بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب تالتة إعدادي، ديت الاختبار التراكمي التاني في الوحدة الأولى، يعني يعتبر الدرس التاني. بيقول لي إذا كانت س بتساوي 3 و5 و7 وكانت عين علاقة على س، فإن العلاقة التي تمثل د. كلمة تمثل د كل عنصر من س يخرج منه سهم واحد اتجاه المجموعة التانية. يعني مثلا إيه؟ لو كان أنا عندي التلاتة يطلع منها سهم واحد، والخمسة سهم واحد، والسبعة سهم واحد، أو تظهر كمسقط أول مرة واحدة. طب بص في العلاقة الأولى، 3 و5، 5 و3، 3 و7، التلاتة اتكررت مرتين أهي ما تنفعش. طيب العلاقة التانية، 3 و5، 5 و7، 7 و5، يعني التلاتة ظهرت مرة واحدة، والخمسة ظهرت مرة واحدة، والسبعة ظهرت مرة واحدة. يبقى الحل الصح بتاعنا اللي هو نمرة إيه؟ نمرة باء، حتى من غير ما نكمل الاختيارات التانية. نيجي على المجموعة التانية أو السؤال التاني، إذا كانت س بتساوي المجموعة 2 فإن س تربيع. يقصد بس تربيع المجموعة 2 في المجموعة 2 في المجموعة 2، ضرب ديكارتي. يبقى بيديني الزوج المرتب 2 و2 بس داخل قوس المجموعة. تمام؟ طيب كده تمام. يبقى الاختيار بتاعنا نمرة د. إذا كانت س عبارة عن المجموعة 2 و1 وصاد 3 و5، فإن الزوج المرتب 3 و5 بينتمي. بينتمي لس في صاد ولا صاد في س ولا س تربيع ولا صاد تربيع؟ هنقوله بقى التلاتة دي موجودة فين؟ في السين ولا في الصاد؟ التلاتة موجودة في صاد. في. طب والخمسة الأخرى موجودة فين؟ في الصاد برضه. يبقى هتديني صاد في صاد، يعني صاد تربيع. يبقى الاختيار الصح بتاعنا صاد تربيع. هنيجي على السؤال رقم 4، الزوج المرتب س تربيع وصاد تربيع حيث الس لا تساوي صفر وصاد لا تساوي صفر يقع في الربع. س تربيع يبقى هيديك موجب مهما كان العدد، يبقى دي موجب، وديت الاخرى هتديني موجب. يبقى موجب وموجب الربع الايه؟ الاولاني. يبقى الاختيار الصح بتاعنا الربع الاول. اذا كان ا زائد الب تساوي ا ب تساوي 5، يبقى ا زائد الب ب5 والالف ب الاخرى ب5. طب ا تربيع ب زائد ا ب تربيع، طب ما تاخد ا ب عامل ايه؟ عامل مشترك. افتح قوس، الالف تربيع الالف يتبقى ال، والب تروح مع الب زائد، هناخد الالف مشترك والب تربيع الب يتبقى ب. لا يبقى هتديك ا ب في ا زائد الب، يعني تديك 5 ب25. يبقى الاختيار الصح بتاعنا 25. إذا كانت س بتساوي 1 و3 و5 وعين دالة على س، بيان عين. طيب بيان عين بقول لك أ و3 وب و1 وواحد و5. أيوه، فإن أ زائد الب. نقول تاني، الواحد طلع منه سهم راح للخمسة، يبقى التلاتة تطلع منها سهم أخرى، يبقى التلاتة الألف تقديرا بتلاتة، والب يطلع منها سهم، الخمسة يطلع منها سهم، يبقى الب بكام؟ بخمسة. يبقى الألف ممكن يكون 3 والب ب5، يبقى 3 و5 يديني كام؟ 8. أو ممكن العكس، ممكن الألف ياخد الخمسة والب تاخد العدد 3، يبقى أ زائد الب 3 زائد 5 يديني 8. هنيجي على السؤال التاني دي. طبعا اهوت يا ولادي بيقول ايه؟ إذا كانت السين المجموعة 1 و2 و3 و4 والصاد 2 و3 والعين 7 و2، فإن س تقاطع صاد في عين. طب هنيجي اهوت هنقوله س تقاطع الصاد هينضرب في العين. طب والسين والصاد ده هما اللي بيتقاطعوا في ايه؟ في الاتنين وفي التلاتة. ادي المجموعة 2 و3 في المجموعة عين اللي هي 7 و2، ضرب ديكارتي بقى. يبقى هيدينا ايه يا ولادي؟ 2 و7 و2 و2 و3 و7 و3 و2 برضو داخل قوس المجموع. تمام. طب نيجي نشوف س فرق صاد في عين. لما يقول لي س فرق صاد بتنضرب في العين، ايه اللي في س مش في صاد؟ الواحد والاربعة. يبقى الواحد والاربعة موجودين في السين مش موجودين في الصاد، هنضربوهم في العين اللي هي 7 و2، ضرب ديكارت برضه. يبقى 1 و7، 1 و2، 4 و7، 4 و2.
طيب خلصنا من دي. هنيجي للسؤال رقم 3. بيقول ايه؟ مديك س نص وواحد وصفر وسالب نص وسالب واحد والصاد واحد واتنين وصفر وسالب واحد وسالب اتنين. وكانت تنهي العلاقة من س إلى ص حيث أ ب تعني إن العدد أ هو المعكوس الضربي للعدد ب. طيب بين ما إذا كانت العلاقة دالة أم لا، وبين المخطط السهل. طيب هنيجي كاتب ادي المجموعة س وادي المجموعة التانية ص. طيب يبقى ادي نص وده واحد وده صفر وديت سالب نص ودي سالب واحد. دي عناصر س. عناصر ص واحد اتنين صفر سالب واحد سالب اتنين. كلمة معكوس ضربي يعني نقلب العدد، يبقى النص معكوس الضرب ايه؟ اتنين، ماشي. طب والواحد معكوس الضرب واحد، والصفر ليس له معكوس ضرب، يبقى ده مش هيطلع منه سهم خالص. طب والسالب نص المعكوس الضرب بتاعه سالب اتنين. طب والسالب واحد معكوس الضرب سالب واحد. طيب يبقى هنا مثلنا بمخطط سهم. العلاقة دالة؟ العلاقة ليست دالة. طب ايه السبب؟ لأن العنصر صفر لم يخرج منه سهم اتجاه المجموعة الثانية، أو العنصر صفر ملوش صورة عشان ده هو ملوش معكوس ضرب أصلا. يبقى كده خلصنا على الاختبار التراكمي الثاني اللي هو يعتبر الدرس الثاني في الوحدة الأولى. شكرا، حتى نلتقي في اختبار آخر في المعاصر. احنا ان شاء الله بناخده المعاصر اختبار لغاية لما ننتهي منه كله بمشيئة الله عز وجل. وسلامي من الأستاذ علي علوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.